السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفة مميزة جدا وناس كتير مش بتعرف تعملها رغم سهولتها، وهو الرز المعمر الفلاحي على أصوله. هقولك ازاي تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي تحطي المعيار المظبوط للرز واللبن عشان يطلع معاكي طعمه تحفة. وهقولك على سر التسوية، وازاي يطلع معاكي الرز مفلفل مش معجن، ويطلع معاكي الوش متحمر وجميل. بس لو أول مرة تشوفوني، أتمنى إن انتوا تشتركوا معايا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. يلا نبدأ. بسم الله. استخدمت هنا كيلو من الرز المصري، واستخدمت عندي القشطة البلدي. القشطة دي عندي بتبقى وش اللبن الجاموسي، بحوشها عندي وبحتفظ بيها. بقدر أعمل بيها بقى الطواجن أو بعمل بيها المخبوزات، بتبقى جميلة جدا. واستخدمت عندي كيلو ونص من اللبن الجاموسي، اللبن ده مغلي. واستخدمت هنا عندي شوربة، لو ما عندكيش شوربة ممكن تستخدمي مية سخنة، مفيش أي مشكلة. أول حاجة عندي عشان أخد عندي معيار المظبوط للرز، أنا عندي الطاجن ده مقاسه 23 سنتي وارتفاعه 12 سنتي. بحط عندي الرز وأسويه كده في الطاجن. طب انتي لو مش عندك طاجن ممكن تعملي في صينية، مفيش أي مشكلة. علشان تظبطي كمية الرز اللي عندك في الطاجن أو في الصينية وتحطي المعيار المظبوط، بتسيبي مقدار 2 عقلة من صباعك، لازم يكون فيه الفراغ ده موجود عندك في الصينية أو في الطاجن، علشان احنا لسه هنضيف عليه القشطة وهنحط عليه كمان الزبدة وهنحط اللبن، فلازم بنسيب المقدار ده علشان لما يستوي معاكي ويتضاعف حجمه يبقى شكله مظبوط وما يفرش منك ولا الوش يقع معاكي. أول حاجة غسلت الرز عندي كويس جدا وصفيته، وبعدين هبتدي أضيف عندي القشطة البلدي. أنا هنا حطيت تقريبا حوالي 6 معالق كبار من القشطة، وبقلبها كويس جدا مع الرز. أنا عايزة كل حبات الرز تتغلف بالقشطة، تتشرب كلها من القشطة. طاجن الرز المعمر من الطواجن اللي لازم تتخدم كويس جدا. لو اديتيله حقه في القشطة والزبدة واللبن هيطلع معاكي أحلى طاجن رز معمر. أنا هنا حسيت إن هو لسه محتاج تاني، فحطيت كمان معلقتين كبار من القشطة، وهقلبه كويس جدا مع بعض لحد لما يتغلف كل الرز بالقشطة تماما. زي ما قلتلك أنا هنا استخدمت عندي طاجن فخار أو زي ما بيسموه البرام. ممكن تستخدمي صينية ألمونيوم أو أي صينية عندك، بس أهم حاجة بنسيب مقدار العقلتين علشان لما يزيد معاكي يبقى معياره مظبوط. أقلبه كويس جدا، وبعدين أكون عندي مجهزة اللبن. أنا هنا عندي كيلو رز، استخدمت له كيلو ونص من اللبن الجاموسي، واللبن عندي بيكون مغلي، بيكون سخن جدا ويكون مغلي. بضيف عليه نص معلقة من الملح. ما تكتريش الملح، طاجن الرز المعمر حلاوته في الملح البسيط، بيبقى طعمه مظبوط وطعمه كده تحفة. هكمل عندي أحط عندي كمية اللبن السخن كلها، الكيلو ونص. وطبعا أنا أول ما بحط اللبن لازم بقلبه كويس جدا، أنا مش عايزة يكون فيه أي تكتلات، ويبقى الرز كده اتشرب من القشطة واللبن كويس جدا مع بعض. وعايزة أقولك إن انت لما بتستخدمي الطاجن الفخار، سواء هتعملي فيه الرز المعمر أو حتى هتحطي فيه خضار وتعمليه في الفرن، بيبقى ليه طعم مختلف ومميز، وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. بيختلف بصراحة كتير عن الصينية العادية. بس لو ما عندكيش ممكن تستخدمي الصينية الألمونيوم أو أي نوع صواني عندك، مفيش مشكلة. أنا هنا حطيت عندي بقية كمية اللبن وبقلبه كويس جدا. وبعدين آخر حاجة عندي هضيفها الشوربة. هضيف حوالي نص كوباية من الشوربة السخنة، وزي ما قلتلك لو ما عندكيش شوربة ممكن تضيفي مية سخنة. طب ايه لازمة الخطوة دي؟ الخطوة دي مهمة جدا علشان هي هتساعد على تسوية حباية الرز، وتطلع معاكي تسويتها مظبوطة، وهيسرع من التسوية، والرز يطلع معاكي مفلفل ومش معجن. هضيف هنا عندي نص كوباية من الشوربة. وبعد كده آخر خطوة خالص هعملها إن أنا هكون مجهزة عندي مكعبات من الزبدة. وعايزة أقولك بس على نقطة، لازم بتكوني سايبة مسافة في الطاجن عندك، ما يكونش مليان للآخر علشان ما يفرش معاكي ويقع بقى الوش وتقع الزبدة والحاجات دي تفور على الفرن،
فحاولي تظبطي ان انت تبقي سايبة مسافة بسيطة. اخر حاجة خالص بحطها مكعبات من الزبدة على الوش. الخطوة دي مهمة جدا، هي دي اللي هتطلع لك الوش المتحمر، والوش يبقى طري مش ناشف وهيطلع معاكي تحفة. هكون عندي هنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، وهتشغلي عندك الشواية وهتشغليه من تحت. هتحطي الطاجن عندك في الرف الأوسط، هيبقى شغال من فوق الشواية ومن تحت كويس. أول ما يبتدي ياخد معاكي لون بتطفي عليه الشواية وتسيبيه لحد لما يستوي. أول ما يبدأ يتشرب اللبن ابتدي أهدي عليه النار وأسيبه لما يستوي على مهله. لو انتي الفرن بتاعك مظبوط ودرجة حرارته كويسة جدا، مش هتحتاجي ان انتي تولعي الشواية، هتسيبيه على درجة حرارة الفرن، هيستوي معاكي وهيطلع معاكي الوش متحمر ومظبوط وجميل. ما شاء الله الرز استوى وطلع معايا مفلفل ولمعته جميلة، والوش متحمر وشكله تحفة. وده شكله بعد التسوية روعة، ريحة وطعم رهيب ما شاء الله. بجد اللي ما جربش الطاجن ده فايته كتير. طعمه في منتهى الجمال، ممكن يتاكل لوحده كده بس. لو انتي حابة تعملي جنبه حاجة بيتعمل جنبه صينية بطاطس في الفرن، سواء بقى حابة تعملي معاها فراخ أو لحمة أو ما تعمليش معاها حاجة خالص. بجد ما شاء الله طعمه بيبقى في منتهى الجمال. الزبدة مع اللبن مع القشطة مدياله طعم وريحة رهيبة، والتسوية بتاعته مظبوطة، لا هو معجن ولا هو ناشف أو ناقص تسوية. بعد ما طلع عندي من الفرن كمية الرز، بعد ما سيبنا مسافة مقدار 2 عقلة صباع وضفنا اللبن وحطينا القشطة واستوى معايا، طلع المعيار ده معيار مظبوط واستوى معايا لآخر الطاجن وطلع شكله جميل، ما فرش معايا ولا الوش وقع ولا حاجة، وكانت ريحته وطعمه في منتهى الجمال. بجد ده الطاجن اللي بيدخل القلب على طول. لو عندك بقى عزومة وعملتيه وعملتي جنبه صينية بطاطس وحطيتي بقى فراخ أو لحمة، بيبقى بجد شكله راقي جدا وطعمه في منتهى الجمال وهيشرفك. عملنا النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة من غير أي تعقيد، وعملناه على أصوله بالطريقة المظبوطة، وقلتلك ازاي تظبطي المعيار بتاع الرز واللبن عشان يطلع معاكي تسويته ممتازة. واحنا هنا محتاجناش ان احنا نضيف عليه اي زيت. صدقيني القشطة لما هتحطيها كويس جدا مع اللبن السخن اللي عندك وهتحطي عليها الزبدة من فوق، هيطلع معاكي الرز مفلفل ومستوي وتسويته مظبوطة، مش محتاج زيت ولا أي حاجة. أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه، وإن شاء الله انتظروني في وصفات تانية جديدة. شكرا ليكم.